صباح الفل. اكتر سبليت تقريبا الناس كلها بتتكلم عليها اخر فتره هي anterior posterior. Anterior posterior split explained. Also called the front back split. Anterior posterior. يعني انا اول ما بمسك الموبايل كده وافتح الفريو بيج بتاعتي او افتح اي ابلكيشن بشوف عليه محتوى فتنس، غالبا بلاقي anterior posterior، ازاي تصمم يوم anterior posterior، ازاي انت لسه ما نقلتش الانتيريور posterior، ازاي انا لحقت اعمل العضلات لما نقلت الانتيريور posterior رغم ان هي طالعه ترند بقالها حرفيا اسبوع، ولكن ده الناس نقلت وعملت عضلات بيها. فانا النهارده جاي اشرح لك كل حاجه عن anterior posterior واقول لك هل هي فعلا تستاهل الضجه دي ولا لا. طيب هي لو تستاهل ازاي انقل من السبليت بتاعتي لانتيريور بوستيريور، وايه اصلا اللي يخليني انقل من انتيريور بوستيريور؟ وخليني اقول لك انا مش جاي اقول لك الكلام التقليدي، انا جاي اقول لك ان انا شخصيا نقلت الانتيريور بوستيريور، فانت تقول لي بس يبقى كده هي احسن سبليت في الدنيا طالما انت نقلت لها، يبقى كده ايه؟ مفيش احلى منها يعني. طيب خلينا ندردش الاول كده. كل فتره هيقعد يطلع سبليتس عشان انتوا تبقوا عارفين تبقى احسن سبليت في العالم، احسن سبليت في العالم. ثانيه واحده قبل موضوع السبليتس ده خالص، بمناسبه الفزوره بتاعت الفيديو اللي فات لما قلت فيه فزوره ب 500 جنيه، وقلت فزورتين في الفيديو، اخترت شخصين فعلا كسبوا. الاولاني بعت لي، الثاني قلت له ان انت كسبت ولكن هو لسه ما تواصلش معايا. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده ولسه ما تواصلتش معايا ابعت لي عشان ابوس ايدك ليك هديه الفزوره عشان انت جاوبت صح. وبرده الفيديو ده يكون فيه فزوره ان شاء الله في اخر الفيديو، يا رب ما انساش. طيب نرجع لموضوعنا. كل فتره هتلاقي في سبليت بتطلع يقول لك دي احلى سبليت في الدنيا، السبليت اللي هتطلع لك عضلات الدنيا. يعني دلوقتي anterior posterior. طيب لو رجعنا ورا شهرين ثلاثه فول بادي، وفول بادي افري اذر داي بالذات، لدرجه ان الناس كلها كانت بتقعد تكتب لي في الكومنتس يا كوتش قول لنا ازاي نصمم يوم فول بادي افري اذر داي. يعني ايه فول بادي افري اذر داي؟ يعني انا بلعب النهارده فول بادي، بكره ريست، بعده فول بادي، بعده ريست، بعده فول بادي، بعده ريست. دي تقريبا كانت اكتر سبليت مشهوره من 3 شهور. طيب لو رجعنا ورا كده بقى 8 شهور، الابر لور اللي كانت مكسره الدنيا، مصر كلها كانت بتلعب ابر لور. طيب لو رجعنا شويه قبل الابر لور كان في ايه مشهور؟ كان في الارنولد سبليت. الارنولد سبليت كانت طفره، ازاي تلعب شيست وباك وكتف ودراع، يا لهوي ده تطلع لك عضلات الدنيا. طيب نرجع ورا بس شويه، هتلاقي كان في بوش بول ليجز. طيب لو ما كانش في بوش بول ليجز قبلها كان في ايه؟ كان في برو سبليت. وتتخش الجيم حرفيا يوم السبت تلاقي كله بيلعب شيست، يوم الاحد كله بيلعب باك. ده ليه؟ لان الناس دايما بتحب احساس الجماعه، احساس ان في حاجه احنا منتمين ليها، احنا كلنا منتمين للبرو سبليت، احنا كلنا ماشيين مع الموجه. وده منطقي جدا لان في علم الماركتنج في حاجه اسمها الفير اوف ميسنج اوت. يعني ايه الفير اوف ميسنج اوت؟ انا خايف ان الحاجه دي تفوتني، فلما ابدا الاقي الكباتن كلها بتتكلم على انتيريور بوستيريور انتيريور بوستيريور اقول هو ده اللي هيطلع لي عضل، هو ده اللي هيطلع لي عضل ومعطلني وانا بفوته من ايدي اهو، فهنقل على الانتيريور بوستيريور. طيب خلينا نشرح الاول ايه هو الانتيريور بوستيريور. تمرين الانتيريور بوستيريور ما هو الا يوم اماميات ويوم خلفيات. يعني ايه اماميات وخلفيات؟ يعني تمرين بوش، انت بتتمرن ايه في البوش؟ بتتمرن شيست، تمام جدا، بتتمرن ترايسبس، بتتمرن كتف امامي وكتف جانبي. طيب وبتزود معاهم بقى اماميات جسمك كله. طيب بقيه الاماميات ايه؟ الكوادز، عايز تمرن التبيالس مرنها، بس مفيش حد بيمرنها. فهو ده كده الايه؟ الانتيريور. طيب البوستيريور، الباك والكتف الخلفي والتراي والجلوتس والسمانه والهامسترينجز. ده كده بشكل نظري، لان انت لو جيت تطبق الكلام اللي انا بقوله لك ده هيقابلك مشاكل كتير. ابسطها ان انت لو خدت يوم انتيريور يعني يوم اماميات هتلعب فيه بايسبس تكون فاتيجد شويه، تاني يوم تيجي تلعب بوستيريور فلما تيجي تلعب بالباك هتلاقي الباي مش قادر، انت بتموت. فاول حاجه احنا بنعملها لما نيجي نصمم يوم انتيريور بوستيريور هو ان احنا نعكس الباي مع التراي. طيب يعني ايه؟ يعني انا باخد الشيست تمام، باخد الكتف الامامي والكتف الجانبي واخد الترايسبس، وده منطقي جدا لان عضله الترايسبس هي انفولفد في كل حركات الشيست. يعني اي حاجه انت بتعمل فيها البو اكستنشن فتكون شغاله كويس جدا، فخلاص ما انا اكمل تمرين بقى ترايسبس اليوم ده وبكره يكون بايسبس. فاول حاجه احنا هنعملها ان احنا ندخل التراي مكان الباي. طيب تاني حاجه لازم اسال نفسي الاول انا هلعب انتيريور بوستيريور كام يوم في الاسبوع؟ ومش شرط ان الجدول التدريب بتاعك يكون اسبوع، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولكن لازم اكون انا محدد هريح كام يوم. يعني هلعب انتيريور بوستيريور ريست، انتيريور بوستيريور ريست واقعد اعيد، ولا هلعب انتيريور بوستيريور ريست بعدين انتيريور ريست بوستيريور ريست انتيريور بوستيريور، مع عدد ايام الريست ده اللي هيتحدد على اساسه اختيارات التمارين وهيتحدد على اساسه الفوليوم. هتقول لي انا اسمع ان هو عن الفوليوم بس مش عن الاكسرسايز سيلكشن. حتى الاكسرسايز سيلكشن احتمال يفرق على حسب الفريكونسي اللي انت بتمرن بيه العضلات بتاعتك. طيب انا كشادي، ولا بلاش خلي انا كشادي دي في اخر الفيديو. طيب الانتيريور بوستيريور زي ما اتفقنا كده هو هيكون ممتاز لايه؟ ممتاز لشخص واحد بس، غير كده هو زيه زي اي نظام تدريبي. الشخص اللي ما بيحبش يتمرن رجل، الشخص اللي تقريبا ما يعرفش جهاز الليج اكستنشن ده بيتلعب عليه ازاي، الشخص اللي بقاله 6 سنين بيلعب حجز كوره عشان كل يوم يقول لك النهارده بس هلعب حجز كوره والاسبوع اللي بعده هلعب رجل، يقول لك يجي الاسبوع اللي بعده يقول لك المره دي بس هلعب شيست والمره اللي بعدها هلعب رجل، ولما يلعب رجل بيلعب بربع اوزانه تقريبا. فلو انت شخص مش ملتزم في تمرين الرجل او
هتقل تمرين الرجل، فتمرين الانتيريور بوستيريور هيكون ممتاز جدا، لان انت بتلعب تمرين بوش عادي جدا وبتدخل شكل ولا شكلين رجل في نص التمرينه كده، ما بتحسش باي حاجه. فليكن ان انت دخلت مثلا شولدر بريس وبعدين فلات بريس وبعدين خدت شكل ليج اكستنشن، بعدين كملت عادي جدا لاترال ريزس وترايسبس وبعدين خدت شيست فلاي، بعدين تروح واخد شكل كده ايه الدكتورز مثلا، وبعدين تروح واخد شكل كمان تراي ولا خدت شكل لاترال ريزس تاني وتكون خلصت السبليت بتاعتك، فما بتحسش بيها هتطور رجلك من غير ما تحس. طيب ده برضه ممكن نلاقيه فين؟ نلاقيه برضه في سبليت الفول بودي. سبليت الفول بودي فيها ميزه ان هي بتمرن رجلك وسط بقيه عضلات جسمك او وسط بقيه عضلات الابر بودي، فانت ما بتحسش بيها. ولكن في ناس كتير قوي مش بتستلطف الفول بودي، منها انا شخصيا، ان انا ما بحبش العب عدد مجاميع كبير قوي كده في اليوم. تاني حاجه ان قبل كل عضله بخشها اخش وورمنج اب سيت للشيست، وورمنج اب سيت للكتف، وورمنج اب سيت للباك، وورمنج اب سيت للهامسترنج، وجع دماغ. فانا بصراحه ده بيخليني زهقان ومش بحب تمرين الفول بودي خالص، انا مش بحبه فعلا. فعشان كده شايف ان يعني ايه انتيريور بوستيريور ممكن يكون اجمل وممتع اكتر، ولكن انت لو بتحب الفول بودي هو برضو اختيار ممتاز. طيب لو انا شخص بمرن رجلي عادي جدا ومنتظم على التمرين بتاعها، انقل للانتيريور بوستيريور ولا لا؟ انا بصراحه من وجهه نظري لا. شوف السبليت اللي انت ماشي عليها وخليك مستمر عليها. يتبقى السؤال المهم، انا بقالي تقريبا سنتين ولا سنتين ونص ما غيرتش السبليت بتاعتي، هو ابر لور ريست، ابر لور ريست، شولدرز وارمز ريست. طيب هاجي بعد سنتين ونص هغير ليه؟ طب هل انا مثلا ما بحبش تمرين الرجل؟ ما بحبوش، ولكن بتمرنه، يعني مش اللي هو بلاقي نفسي فيه الابر بادي، اكيد بكون مستمتع اكتر. في ناس بتستمتع اكتر في اللور بادي، انا عمري ما كنت منهم، ما اعرفش ازاي بيعملوها، ولكن بتمرن رجل. ليه خليني انقل من الابر لور لانتيريور بوستيريور؟ بصراحه مش عشان الترند ولا عشان امرن عضلات رجلي من غير ما احس ولا اي حاجه من الكلام ده. الموضوع كله ودي فزوره اليوم، ان في شريك تمرين جديد بقى يتمرن معايا، وده عن كابتن حسيني، ودلوقتي في شريك تمرين جديد بيتمرن معايا. شريك التمرين ده قافله في دماغه ان هو يلعب انتيريور بوستيريور. يا ابني نلعب ابر لو، العب انتيريور بوستيريور، يا ابني العب ابر برضه انتيريور بوستيريور. فاضطريت ان انا انقل الانتيريور بوستيريور وهي تحت الاختبار دلوقتي. بس انا بصراحه بحب الابر لور جدا. ويتبقى فزوره اليوم، مين بقى شريك التمرين ده؟ لا دي اكتبوها لي في الكومنتس. طيب اخر حاجه في الفيديو، واللي هيكتب لي في الكومنتس الفيديو قصير ليه يا كوتش انت عملت فيديو سريع، انا يا جماعه واخد دور برد مميت، احمدوا ربنا ان انا بصور فيديو. طيب اول حاجه، لو انا بلعب العضله وبعدين بريح يومين زي ما انا بعمل دلوقتي، انا بلعب الشيست بعدين بريح يوم التاني والعب تشيست تاني، يعني بلعب انتيريور بعدين بوستيريور بعدين ريست بعدين انتيريور. فبالنسبه لي انا كشادي، والله لو خدت من مجموعتين للعضله لحد 6 مجاميع، وده كتير جدا جدا جدا، انا افضل من مجموعتين ل4 وبالكتير 5. ولكن انا بقول لك لو انت عندك الريكفري في العالي، يعني من مجموعتين ل6 مجاميع ده يكون فوق الممتاز. وارجع اقول تاني، انا بفضل ان احنا نفضل في السويت سبوت اللي هو من مجموعتين ل4 مجاميع. جرب الاول وعلى اساسها بعدين يبقى زود. من مجموعتين ل6 مجاميع بالنسبه للعضله مش بالنسبه للتمرينه، يعني انا لما اقول مجموعتين ده معناه ان احنا نلعب 2 سيتس للتشيست، مش معناه ان انا اختار شكلين للتشيست. طيب وبرده حاجه تخلي بالك منها، موضع التحميل. اختيارات التمارين ساعتها بتفرق جدا، لان على اساسها برضو هحدد المجاميع، لان تمرين بيحمل في وضع الاستطاله وبرضو بيخلينا ريكفر في وقت اطول شويه، اكيد برضو عدد المجاميع بتاعه مش هيكون زي تمرين بيحمل في وضع الانقباض. طيب خلاص الكلام عشان انت ما تتوهش، لو هتلعب انتيريور بوستيريور وانتيريور بوستيريور ريست، انتيريور بوستيريور ريست، انتيريور بوستيريور ريست، فكل عضله من مجموعتين ل5 مجاميع هيكون ممتاز جدا. ولو عايز تطلع لحد 6 كمان مفيش مشاكل، بس اتاكد الاول ان انت بتبدا من مجموعتين ل4 وابدا ازود. واخيرا انا بالنسبه لي بجرب السبليت دي، ولكن انا بالنسبه لي اكتر سبليت ارتحت عليها وشفت منها تطورات مرعبه هي كانت ابر لور ريست، ابر لور ريست، شولدرز وارمز. عايزك تكتب لي انت في الكومنتس بقى ايه اكتر سبليت انت ارتحت عليها، واعمل سبسكرايب ولايك، واشوفك ان شاء الله يوم السبت عشان فيديو هيعجبك.